السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض فيه أكلة اقتصادية وسريعة وسهلة جدا وفي نفس الوقت مغذية. هنعمل مع بعض القرنبيط، بس للأسف النهاردة مش هتبقى الطريقة صحية قوي عشان هنعمله مقلي. فطبعا احنا عارفين كلنا ان المقليات بتبقى تقيلة شوية، بس هي بصراحة بتبقى طعمها حلو جدا. وهنعمل جنبه، هنقدم جنبه طبق سلطة أخضر. أو لو انتي من هواة المخلل ممكن تعملي طماطم مخللة. هنعملها مع بعض بخطوات سهلة وبسيطة قوي وبمكونات بسيطة ان شاء الله تقدري. دي من الوصفات اللي نقدر نعملها في آخر الشهر كده لما الميزانية بتاعتنا بتخلص بقى وبتخرف مننا، وبنحاول نلم الدنيا على قد ما نقدر. فدي من الأكلات الحلوة جدا اللي هتعجب طبعا كل أفراد الأسرة، وفي نفس الوقت مش مكلفة علينا. سعرها يعني مش مكلف. ولو انتي أول مرة تشوفيني، أنا شيماء شاهين ودي قناتي. يا رب الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك للفيديو، اشتراك للقناة، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل وصفاتي الجديدة. واهم حاجة اللايك، لانه بيساعدني ان الفيديو يترفع ويتشاف لاكبر عدد ممكن، وان أنا اتشجع واعمل لكم فيديوهات تانية كتير. تعالوا بينا يلا نشوف ايه هي المكونات البسيطة اللي هنعمل بيها الاكلة الحلوة قوي دي. حاجة طبعا بجهزها، بجيب القرنبيط حجمه يبقى وسط كده، مش كبير قوي ولا صغير، وببتدي اقطعه قطع زي ما انتم شايفين. انا بحب الحجم الصغير ده، ما بحبش حجم كبير. وبحط حلة على النار، بحط فيها معلقة كمون عشان ما تعملش ريحة مش مقبولة يعني في الشقة. وببتدي اول ما المية تغلي بنزل فيها القرنبيط اللي انا مقطعاه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبتابع بقى مراحل السوا بتاعته. اول ما بحس ان هو خلاص استوى بختبره كده بالشوكة، ببتدي اطلعه على مصفى كده بطبق، بحيث ان هو يصفي برضو المية اللي فيه كلها. انا في التوقيت ده طبعا ببقى مجهزة كل المراحل بتاعتي. بحط الزيت على النار اول ما بيبتدي يخش في مرحلة السوا، وانا ببقى مجهزة بقى الخليط بتاعي اللي انتوا شايفينه ده. الخليط عبارة عن دقيق وبيض و... وانا النهاردة حاطة بقدونس وشبت. يعني انا في العادي بحط بقدونس، النهاردة حاطة بقدونس وشبت و... وحطيت 4 فصوص توم وملح وفلفل وكمون. بس كده، وبقلب بقى كويس قوي الخليط ده لحد ما، وببتدي اخففه بالميه لحد ما يبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه. وبعد ما القرنبيط بيستوي، ده بص الحجم اللي انا بوريه لكم كده. بعد ما القرنبيط بيستوي ببتدي احطه في الخلطه دي شويه عشان القرنبيط يتشبع بالخلطه اللي فيه. وببتدي كده اول ما الزيت بيبتدي يسخن ببتدي اطلعه بالمعلقه واحطه واحده واحده بعيد عن بعض، عشان العجينة اللي احنا مغطين بيها القرنبيط ده ما تلزقش في بعض. بجد أكلة حلوة جدا ومغذية قوي قوي قوي. جربوها للولاد هتعجبهم جدا. ولو انت عايزة تعمليها صحية ممكن تعملي بنفس الخطوات دي وترشيها رشة زيت كده، وتحطيها على ورق زبدة وتحطيها في الفرن، تشغلي عليها الشواية والفرن مع بعض، وتبتدي تقلبيها كل شوية، يعني تتابعيها كده وتقلبيها. هتديكي برضو طعم حلو جدا. برضو لازم نعود ولادنا على أطعمة مختلفة، بحيث ان هم ياخدوا المواد الغذائية من كل نعم ربنا اللي ربنا نعم علينا بيها. زي ما قلت لكم القرنبيط ليه فوائد كتيرة قوي. هحاول اجيبها لكم كده واحطها لكم في الديسكريبشن بوكس تحت او في صندوق الوصف، عشان نستفيد. يعني تقدر يعني تبقي بتاكلي الاكله وانت عارفه ان انت بتستفيدي بكل العناصر والمكونات الغذائيه اللي فيها. بصوا انا بقى بحط الكميه كلها اللي انا حطاها في العجين بتاعي. بصفي طبعا وانا بطلع قطعه القرنبيط من الخليط اللي انا عاملاه ده. بحاول انزل كل الزيادات من المعلقه او الشوكه اللي انا بطلع بيها عشان ما تبوظليش الزيت بتاعي. بنزل بس كده القرنبيطه من غير الزوايد بتاعتها. خلاص حطيت بقى الكميه بتاعتي كلها، وببتدي اتابع بقى عشان ما تتحرقش مني على الجوانب كده. كل ما احس ان في جانب استوى
بقلبه على الناحية التانية عشان يديلي اللون الذهبي الحلو ده والقرمشة المطلوبة. بصوا بقى القوام بتاع العجينة اللي انا بقولكوا عليها. طبعا كمية الدقيق وكمية البيض حسب يعني انا مش هقولكوا مقدار لان هو بيكون حسب كمية القرنبيط اللي انتوا هتستخدموها. انا هنا كنت عاملة قرنبيطين تقريبا وسط، فكنت حاطة 3 بيضات وحوالي 4 أو 5 معالق من الدقيق ونص حزمة بقدونس ونص حزمة شبت، وحطيت زي ما قلتلكوا 4 فصوص من الثوم. تبلتهم بملح وفلفل اسود وكمون ودقتهم كويس قوي وحطيتهم في الخلطة وابتديت ازود مية للخليط لحد ما وصلت للقوام المطلوب. يعني انا عايزاه عجينة لينة خالص انعم بكتير من عجينة الكيك. بصوا بقى زي ما انتم شايفين بجد ريحته حلوة جدا، والطعم بقى مش قادرة اقول لكم. الحمد لله ان الولاد ما كانوش الاول متقبلينه قوي، بس اول ما جربته لهم مع السلطة الخضراء بجد عجبهم قوي وبقوا يطلبوه مني ان احنا عايزين القرنبيط. يعني في ولاد كتير بصراحة، بسمع ولاد كتير بيبقوا مش متقبلين الطعم، بس لو عملتوه بالخلطة دي وبالطريقة دي بجد هيعجبهم جدا. بصوا طالع لونه تحفة ومقرمش كده وطري من جوه ومستوي. عملنا بقى طبق السلطة الحلو ده، مش محتاج طبعا نتعرف عليه. بس زي ما قلتلكوا برضه هو بيتقدم معاها طماطم مخللة بتبقى طعمها وهمي جدا وطعمها خطير. وفيديو النهاردة يكون خلص معانا، يا رب تكونوا استفدتوا بأي معلومة ولو بسيطة. ولو انت استفدتي مني ما تنسيش تعملي لي لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل وصفاتي الجديدة. وهستنى رأيكم في الكومنتات، تجربوا بالطريقة بتاعتي وتقولوا لي ايه رأيكم واقتراحاتكم تقولوها لي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.